تحقيق روبرت لو في عصابات الاغتصاب جاب نتيجة وبيعمل هزة في السياسة البريطانية، لأن في ناس كتير على مدار السنين وعلى مدار عقود كمان بدل ما يوصلوا للحقيقة غطوا على الموضوع، وعشان كده هم خايفين إن يوم الحساب ممكن يكون أقرب مما كانوا متخيلين. شوفوا واسمعوا جيد ورك. هي بتلخص الموضوع بشكل جميل جدا. كنت فاكر ملفات إبستين كانت سيئة؟ خليني أقدم لك تقرير تحقيق عصابات الاغتصاب، أكثر من 200 صفحة من المادة دي، يا ساتر. في شوية تفاصيل كنا عارفينها بالفعل، لكن في الحقيقة الموضوع أسوأ بكتير مما كنا متخيلين. خلي بالك، الحكومة البريطانية عايزة تقبض علي عشان بتكلم عن الموضوع ده. فبعد تنبيه المحتوى الصادم، يلا ندخل في الموضوع. في المستند ده هتلاقي إن أكثر من 250 ألف بنت بريطانية بيضاء صغيرة تعرضوا للاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاتجار بالبشر والتعذيب والحمل والإجهاض الإجباري وإجبارهن على اعتناق الإسلام، وكل ده تسبب في صدمات نفسية لبنات من سن 11 سنة. الرجالة دول كانوا بيسموا الضحايا حثالة البيض وكافر، يعني غير مؤمنين. بنات صغيرين تعرضوا للاغتصاب بزجاجات مكسورة، والموضوع بيزداد سوء. الدكاترة والممرضات والأخصائيين الاجتماعيين والمدارس ما عملوش أي حاجة، رجعوا الضحايا تاني للمعتدين وما أخدوش كلامهم بجدية واستبعدوهم بدل ما يحموهم. بعض البنات دول اتصابوا بأمراض جنسية وإيدز اللي ملهمش علاج وحيعيشوا بيهم طول عمرهم، وكمان تعرضوا لاضطراب ما بعد الصدمة وصدمات نفسية هتفضل معاهم ويمكن تتوارث للأجيال الجاية. أهلا بيكم في حزب العمال بقيادة كير ستارمر اللي بيحمي المغتصبين ويسجن الضحايا عشان أبلغوا عن الاعتداءات. 84 من الرجال اللي شاركوا في عصابة الاستدراج والاستغلال الجنسي البربرية دي من أصل باكستاني، و87 منهم أسماءهم إسلامية واضحة. قادة العصابات دول كانوا مسوخ من زواج الأقارب زي أرشاد حسين ومحمد زاهد اللي هم الاثنين باكستانيين مسلمين على حسب الإدعاءات. وبرضه حزب العمال غطى على الموضوع ده، لازم نصوت ضدهم كلهم. دي نفس الحكومة اللي منعت جوي مانارينو وأردا لورش وأنا من الكلام في التجمع الأخير. فلو تقدر تستحمل اقرأ التقرير وقولي رأيك، المفروض يحصل إيه للناس اللي شاركوا في الموضوع ده. ادعم القناة بالمتابعة. وصوا على ده يا جماعة. دلوقتي فجأة بعض النواب المسلمين مش كلهم لسه بيعيطوا وبيقولوا فيه إسلاموفوبيا ولسه بينكروا وجود عصابات الاغتصاب. بصوا على ده، الراجل ده بيحب يقدم نفسه كنائب مسلم متزن، هو مستقل. وخليني أفكركم، زارت سلطانة وصفته هو وبعض النواب المسلمين المستقلين اللي انضموا لحزبها السياسي اللي اسمه حزبك إنهم نادي أولاد متحيز ضد الستات. يعني سنين من التهرب وفشل المؤسسات وجبن سياسي حوالين عصابات استغلال الأطفال جنسيا. بصوا على ده، من التهرب وفشل المؤسسات وجبن سياسي. يعني هو حط اللوم كله على النخبة الحاكمة البريطانية، النخبة الحاكمة البريطانية وكمان الحزبين السياسيين الرئيسيين هم فعلا بيستحقوا اللوم الكبير. طب والمجتمع المسلم هو ساب النقطة دي من غير ما يتكلم عنها. سمعنا لسنين من نشطاء مسلمين بارزين زي غاز خان، مهدي حسن نفسه، وفايف بيلارز، ومحمد إعجاز. كل النشطاء والشخصيات المسلمة دي في التيار العام أنكروا بشكل ممنهج وجود عصابات استغلال الأطفال جنسيا. دايما بيردوا يقولوا وماذا عن المغتصبين البيض؟ في مغتصبين بيض أكتر من عصابات المسلمين أو المغتصبين المسلمين؟ ده اللي كانوا دايما بيقولوه. لكن دلوقتي لما بقى من المستحيل إخفاء الموضوع، أيوة. بقى مستحيل. حتى حزب العمال دلوقتي بدأ يضحي بيهم، وده كان لازم يحصل في يوم من الأيام. بص على ده فعلا عدم أمانة. بس شوف الوضع وصلنا لنقطة إن مجتمع كامل بيتهم بجرائم أفراد. كتير من الأفراد المسلمين مش خايفين من الحقيقة اللي هتدرئهم من الاتهام الجماعي ده. تمام، كان المفروض نظفوا بيتكم وتركزوا أكتر على فضح اللي بتسموهم العناصر السيئة في مجتمعكم، بدل ما تفضلوا تصرخوا وتقولوا إسلاموفوبيا. ملايين لازم يمشوا، احنا وصلنا لاتفاق على كده. ملايين لازم يمشوا وهيمشوا فعلا. معظم الناس دول ما بيضيفوش أي حاجة للمجتمع الغربي. بص على الإحصائيات الصادمة دي اللي جاية من الدنمارك. أنا اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده، عن تكلفة المهاجرين الصافية وبالذات معدل الاغتصاب. بص على ده، لما يكون فيه هنا المواطن الدنماركي العادي بيكون قريب من 1 في المتوسط، وده هو
أنا دايما قلت ده لازم يكون هو الأساس، مجتمعك لازم يكون أقل من كده مش أعلى من كده. مش بس إنهم ما بيضيفوش حاجة، لكن كمان بيرتكبوا جرائم اغتصاب أكتر ضد السكان الأصليين. بص على باكستان، الباكستانيين هناك هم وكمان بيكلفوا الدولة فلوس كتير. الباكستاني العادي عنده احتمال 5 مرات أكتر يرتكب جريمة اغتصاب ضد 6 دنماركية، وكمان بيكلف الدولة $9000. تركيا نسبة فيها بتزيد شوي عن 5، وإيران تقريباً 7 مرات أكتر احتمال يرتكبوا جريمة اغتصاب. المغرب موجودة بس بتكلف فلوس أكتر، حوالي $12,000. بص على ده. بعدين الموضوع بيبقى أسوأ، أفغانستان احتمال 11 مرة أكتر يرتكبوا جريمة اغتصاب وبيكلفوا $19,000. وبص على ده، بص على الصومال. بلد إلهان عمر الجميلة. بص على ده، دي في مستوى لوحدها احتمال ارتكابهم جريمة اغتصاب أكتر ب20 مرة، وبيكلفوا الدولة الدنماركية حوالي $30,000. دلوقتي قول لي، لما تتعرض للحقائق دي إزاي تقدر تتجاهلها؟ إزاي تقدر تقول إننا محتاجين تنوع أكتر؟ كده يا متخلف. خليني أوريك ده. بص على ده. آسف لسه لاقي ده. بصوا يا جماعة، بصوا الستات البيض الليبراليين دول. أيوة. مستوى الهجرة، يعني إيه رأيك كواحد من أهل البلد هنا في موضوع الهجرة؟ شايف إن المستويات مناسبة ولا شايف إننا محتاجين أكتر ولا أقل؟ بصراحة أنا شايفة إننا محتاجين أكتر. يعني أحسن حاجة حصلت في بلافتست في آخر 20 سنة تقريبا هي زيادة التنوع، وأنا شايفة إنه لازم يزيد أكتر وأكتر. ده بيبعدنا عن سياسة الاستقطاب عندنا بين الأخضر والبرتقالي زي ما قلت، وإحنا محتاجين نرحب بناس أكتر زي كده. ايوه، هو مش كفايه خالص واحنا محتاجين اكتر. في احصائيات بتتقال الاسبوع ده النسبه حوالي 5% بس. يعني مستوى التنوع عندنا هنا قليل جدا ومفيش اختلاف كبير. الموضوع مش ان الناس بتقول ان المهاجرين هم مشكلتك، انا مش بقول كده. المشكله في السياسيين اللي مش بيسمعوك، السياسيين اللي مش بيهتموا بحقوقك. هم مش فارق معاهم مصلحتك، هم بس عايزين يكسبوا فلوس على حسابك. يا نهار أبيض، إيه ده؟ إيه ده يا جماعة؟ إيه ده؟ هو ده شكل إنجلترا؟ دي بيسنال جرين. فخليني أضيف حاجة على كده، مش بس بيزودوا الجريمة، مش بس بيكلفوا الدولة فلوس أكتر بكتير، لكن مش ده الأهم، إنما كمان إلى جانب ده هم بيخربوا جمال بلدك. ده بنزين نضيف وصديق للبيئة يا جماعة. التنوع حرفياً حول واحدة من أكتر الدول ازدهاراً ونظافة ونجاح وقابلية للعيش في العالم الأول إلى دولة من العالم الثالث قذرة. التعددية الثقافية والنزعة الثقافية فشلت. أنا سألت الذكاء الاصطناعي لأني في رأيي بولين هانسون هي الشخص الوحيد اللي استخدم مصطلح الثقافة الواحدة، وهي فعلا وبشكل صريح رفضت التعددية الثقافية. هي لسه ألقت خطاب امبارح في نادي الصحافة في أستراليا، وقالت فيه التعددية الثقافية مش بتنفع، أستراليا بلد ذو ثقافة واحدة، وده اللي بقوله من سنين. أنا سألت جيميني اللي متوصل مع يوتيوب، وده اللي قالهولي. انت علقت على فيديو لراجل بيتعرض للإحراج عشان كان بياكل في مكان مشترك في رمضان. أنا نزلت الفيديو ده تقريبا الساعة 9:36 وقلت التعددية الثقافية ليها حدود معينة. الثقافة الأساسية لازم دايما تكون هي ثقافة البلد، يعني الثقافة البريطانية ده لازم يتصلح بالضرب وأنا قلت تاني والقلم. في حديثي مع تومي روبنسون في 2024 بدأت أفهم معنى التعددية الثقافية. المفروض أن الثقافات المختلفة علشان أقول حاجة. المهم يعني أنا كنت بتكلم عن الثقافة الأحادية أو الثقافة السائدة على الأقل من سنة 2024، ويمكن قبل كده كمان، بس على الأقل من سنة 2024. يا جماعة هو ده، إحنا وصلنا لمرحلة في النقاش الغربي إننا نقدر نقول بفخر ومن غير خجل إن التعددية الثقافية مش بتنفع. هي فعلا مش بتنفع خالص. ده مجرد مستقبل كارثي. المؤرخين هيتكلموا عن العصر ده في المجتمع الغربي على إنه كارثة بكل معنى الكلمة. بصوا على ده اللي بيحصل للمتقاعدين عندنا. أوه، انا مش عارف ايه القرار اللي كان غلط غالبا. هي هناك تحت. هو اتعرض لهجوم من مهاجر فيرشري. كم أكتر أو أقل في إسبانيا؟ 200 متر؟ تمام،
وأنا خايفة إنك ما تقدرش تخرج للشارع. هما بيجوا في مجموعات من 20 و30 شخص وبيبصوا لك زي الخنازير. والكلام ده ما ينفعش نسمح بيه لا إحنا ولا أمهاتنا ولا إخواتنا، لأنهم بيسرقوا وبيغتصبوا وبيعملوا جرائم بره بلدهم دلوقتي حالاً. وانتي فعلا انتي كويسة، انتي ساكنة جنب مطبخ الدبح. أنا ساكنة قريب وبعدي من هناك كتير، وبصراحة اللي صاحبتي بتقول له هو فعلا صح. ده شيء فظيع. الجماعات اللي فيها رجالة كتير هناك بتخلي المشي لوحدك مرعب. أنا حتى بخاف أروح هناك مع شريك حياتي أو مع أي حد عشان في ناس كتير قوي. ده اللي بيحصل لما المهاجرين الأفارقة اللي عندهم مشاكل نفسية بيعيثوا في شوارعنا. تخيل تركن عربيتك وترجع تلاقي المنظر ده اللي الستات في الغرب فعلا بيصرخوا عشانه. مش مدهش إن من 20 أو 30 سنة كل البلاد الغربية دي كانت منفتحة على فكرة التعددية الثقافية؟ كل الناس لو حد اتكلم ضدها كان بيتنبذ اجتماعيا، بيطرد، بيبقوا مش مرغوب فيهم وبيتعتبروا منبوذين. بص على تومي روبنسون، بص على رحلة تومي روبنسون في 2004 و2005 لما بدأ يتكلم عن الموضوع ده لأول مرة، لأنه لاحظ ده في بلدته لوتون، وكان بيقول إن ده بيحصل على نطاق أصغر في كل أنحاء المملكة المتحدة، لكن محدش اهتم. المجتمع البريطاني السائد ما كانش فارق معاه لأنهم ما كانوش عنصريين. فالتعددية الثقافية فشلت، وأيوة لازم نطرد الإسلام، خصوصا نبدأ بالإسلام بس في ثقافات تانية كمان. لازم نعيد تشكيل المجتمع الغربي زي ما بولين هانسون قالت امبارح أو من كام يوم في خطابها. أستراليا بلد ذو ثقافة واحدة، خلاص؟ ثقافة واحدة، عارف يعني الثقافة الأسترالية والقيم الأسترالية وطريقة الحياة دي هم فوق الكل، كل حاجة تانية تحته. عايز تصلي في بيتك؟ ماشي، مفيش مشكلة. لكن لو حاولت تصدر أيديولوجيتك للمجتمع الأسترالي العام وتقوض طريقة الحياة الأسترالية، الدولة هتواجهك بكل قوتها، بكل قوتها. احنا مش هنمنع الناس اللي هيتحدوك، في الحقيقة احنا هنشجعهم كمان. يمكن الدولة نفسها مش هتتدخل، بس مثلا في المملكة المتحدة في ناس بينتقدوا الإسلام. الناس اللي بينتقدوا الإسلام اتقبض عليهم واتفرضت عليهم غرامات عشان حرقوا القرآن. السويد ما قدرتش تحمي سلوان موميكا العراقي المعروف بحرق المصحف، كان دايما بيقول انه هيتقتل، وفي الآخر فعلا اتقتل في السويد. ما وفروش له الحماية، ما عملوش كده لأنهم ما كانوش مهتمين. دلوقتي ده هو الجو العام، ده هو جو الدولة، ولازم ده يتغير. الدولة لازم تقول إياك تهدد شعبنا اللي بينتقد دينك، إياك تعمل كده. لو عملت كده إحنا هنخلي حياتك جحيم. يعني لحد دلوقتي اللي كانوا بيعملوه، انت عارف ايه حصل لتومي روبنسون؟ تومي روبنسون كان بيتحدى العناصر السيئة في الإسلام. ايه اللي حصل في ده؟ بدل ما يسمعوا له وقت ما لير جي بي كان بيتقتل، وقت أحداث 7 يوليو، وقت تفجير مانشستر أرينا، وقت ما المسلمين حرفيا كانوا بيروعوا الناس في بريطانيا والسياسيين كانوا بيتقتلوا، ديفيد أمس سياسي محافظ اتقتل على إيد إسلاموي علشان كان إسلاموفوبي زيادة عن اللزوم. لازم نغير الثقافة دي. أنا شايف إن بولين هانسون هتقدر تحقق ده، وأنا متأكد إن روبرت لو كمان هيقدر يحقق ده. مش متأكد إذا كان الإصلاح هيقدر يحقق ده، بس الإصلاح هيبقى أكتر وأكتر ناحية اليمين، علشان روبرت لو هيستمر يزود نفوذه. فأنا شايف إن نايجل مش عنده فهم أيديولوجي قوي من وجهة نظر. أنا شايف إنه لسه إلى حد ما جزء من المؤسسة أو من الوضع القائم، مع إنه يعني أظن خسر 7 مرات وما قدرش يكسب مقعده بنفسه، بس هو مرتبط أو شغال تحت الوضع القائم بقاله كتير قوي، وعشان كده ما عندوش الجرأة إن يقول حاجات زي الثقافة الأحادية. روبرت لو هيكون عندهش أي مشكلة. أظن المصطلح ده هيبقى أكتر شهرة في السنين الجاية سواء في بريطانيا أو أستراليا. هو في أستراليا فعلا بقى مشهور جدا، ناس كتير بتتكلم عن الموضوع ده. فأيوة، اطردوا الإسلام، اطردوا كل الثقافات العدائية. اسعى إنك تخلي بلدك ذات ثقافة واحدة